من المشاكل اللي بنشوفها كل يوم في المصانع إن كل حاجة أولوية، وكل حاجة لازم تتعمل دلوقتي حالا. أهلا بيك في مصنع الكنافة. في مصنع الكنافة كلمة أولوية كلمة ملهاش معنى، مجرد كلمة بنستخدمها عشان نستعجل بعض. تلاقي المدير داخل عايز يصلح المكنة اللي وقفت ويقفل الأوردر اللي اتأخر ويجرب الخامات الجديدة، وكل ده يخلص دلوقتي ودلوقتي حالا. النتيجة اللي هتحصل إن إحنا بدل ما نخلص مهمة واحدة بنسبة 100% ونقفلها تماما، هتلاقينا بنفتح في 10 ملفات مع بعض وننجز في كل واحد شوية، وفي آخر اليوم هنلاقي إن إحنا ولا خلصنا ده ولا خلصنا ده ولا خلصنا ده. كل اللي عملناه إن إحنا استنزفنا طاقة البشر والمعدات في جري ملوش أي محصلة. أولوية كل حاجة هي في الحقيقة هروب من اتخاذ القرار، لأن التخطيط هو فن الاختيار، إنك تختار هتعمل إيه دلوقتي وإيه اللي هيستنى. لكن لما تبقى كل حاجة أولوية، كل اللي هيحصل إن الفريق هيبقى تايه وسط زحمة مهام كتير، والنتيجة إن كل حاجة هتتأثر، الجودة هتقل، التوتر هيزيد، وكله هيبقى شغال بيطفي حرايق طول اليوم. لو كل حاجة عندك مستعجلة، راجع نفسك وابدأ حط أولوياتك. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أهمية الاستقرار.